بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ابن خالتي هيعمل معاكم الخروف المشوي، وانا يعني ايه، جبت الفيديو بتاعه كده، عايزاكم تشجعوه وتقولوا كلمة حلوة كده. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نبدأ مع بعض بالمكونات. البهارات بتاعتنا معانا اهي: ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وجنزبيل وقرفة وزعفران، ويعني كل التوابل اللي تحبيها بتجيبيها تتبلي بيها الخروف بتاعنا ده. تمام. ويا جماعة هو يعني ايه، هو رجل اعمال بس غاوي طبيخ يعني. ومعانا فصوص تومهيت وبصل، والملح معانا، وشوية زبدة. تمام. هنضرب بقى البهارات في المكونات بتاعتنا دي كلها. هو معانا بيتبل الخروف بتاعنا اهو يا جماعه، وعمال يتبل فيه هو يا جماعه حشي محشي ورق عنب. بس كان في مشكله في الصوت كده، فانا بتكلم بداله يعني. إيه، هو بيقول ان انتوا لازم تتبلوا قلبه كويس لو انتوا هتحشوه حاجه من جوه، لو انت هتحشيه ورق عنب او حاجه، فهو بياخد من التتبيله اللي هو عاملها وبيحشي قلبه كويس. هو غاوي بقى طبيخ، هو ابن خالتي ده غاوي طبيخ كده، غاوي عامل فيديوهات كتير على فكره، وعنده قناه وحاطط لكم لينك القناه في صندوق الوصف. بيقلبوا بقى اهو، يتبلوا من الناحيه التانية كمان. الشيف حامد يا جماعه، الشيف حامد، الشيف براك مصر. ما شاء الله عليه. كان عامل مطبخ كده مخصوص وبيصور فيه ومجهزه بالامكانيات. هو لسه بيكمل تتبيله اهو، بتتبيله البهارات الجميله اللي كانت معانا دي، بالثوم بالبصل بشويه الملح والزبده. معلش بقى، هو الصوت بقى في مشكله. خلاص بقى، هو شوى الخروف اهو، هو كده تبله وسابه اهو. تمام. دي كام ساعه كده بالتتبيله الجميله دي عشان يشرب منها. ما شاء الله عليه. وده الشكل النهائي بعد ما استوى معانا اهو. لا ده لسه ما استواش. وده الشكل النهائي بقى بعد ما استوى معانا اهو. إيه، عامله محشي كرنب تقريبا، محشي كرنب ورق عنب، ولحمه دايب وشواوه زي الفل اهو. ما شاء الله، شايفين لحمه دايب اهو. براك مصر يا جماعه، شجعوه بقى بتعليق حلو من عندكم. يلا السلام عليكم يا حبايبي.